السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن عجبكم الفيديو. أخنش يحيل مشاريع الثورة الصحية على البرلمان. أعلن مجلس النواب أن رئيس الحكومة عزيزة أخنش وضع اليوم الاثنين بمجلس النواب مشروع قانون رقم 0722 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع قانون رقم 22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. مشروع قانون رقم 1122 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك من أجل دراستها والمصادقة عليها. ويندرج مشروع بإحداث الهيئة العليا للصحة في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الداعية لإعادة النظر في المنظومة الصحية وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لا سيما الدعم المتعلقة بالحكمة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من قانون الإطار رقم 0622 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في مجال الصحي، وتتولى على الخصوص مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة. يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد اختصاصات الأدوار المنظومة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما تطوير تقنية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.